برزت جريمة قتل مروعة حي سيدي بوزغري بمدينة مكناس نهاية الأسبوع، حيث لقيت فتاة في العشرينات من عمرها حتفها على يد شاب يبلغ من العمر 38 عاماً. الحادثة التي وقعت في ظروف غامضة، خاصة في ظل غموض العلاقة بين الضحية والمشتبه فيه، الأمر الذي يزيد من تعقيد التحقيقات. الواقعة تم اكتشافها بعد بلاغ تقدمت به سيدة يعتقد أنها من أقارب المشتبه به، حيث أكدت فيه أن هناك حادثاً مريباً داخل شقة الأخير. بناءً على هذه المعلومات، تحركت السلطات الأمنية بسرعة وقامت بمداهمة الشقة ليتم العثور على الضحية جثة هامدة، ما دفع المحققين إلى فتح تحقيق شامل في القضية. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الضحية، وهي أم لطفلين ومن مواليد الخميسات، تعرضت للتعنيف قبل أن تخنق حتى الموت. من جهة أخرى، فإن المشتبه فيه كان قد فر من مكان الحادث فور ارتكابه للجريمة، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية ترفع من درجة الاستنفار لتحديد مكانه. وقد تم توجيه تعليمات مشددة لملاحقته في مختلف المناطق في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لتحديد دوافع الجريمة.